السلام عليكم، مرحبا بكم معنا بفيديو جديد. كيما العاده ديما الجديد، غير انت اولا ديما تبخلش علينا بديك لايك، تعليق زوين، اشتراك في القناه باش يبقى يوصلك كل جديد ديالنا. هانتوما الكراغيله دابا بقيتو على خاطركم، دابا تهنيتو باش تلومش هاد الليله يكون نقطع لكم الضو لا بان فيكم حتى شي واحد. واخا عندنا في الحافل ما بان حتى واحد، عيط منطل ما بان ليه حتى واحد، لا عبد الحق بن شيخه، لا ذاك محرز، لا شي واحد من عندكم. انا عندكم الناس ديالكم كاينين في الكاف ولا خصهم ضروري كيحضروا معنا. الله يا ودي علاش هاد المهزله كامله؟ واش ما رضيتوش بينا؟ واش ما رضيتوش تدخلوا لعندنا؟ ولا ما رضيتوش بداك الاوتيل اللي فيه هاد الحافل؟ علاش كاين في مراكش وما فراسكمش؟ راه مراكش كان فيها ميسي هاد الايامات، ميسي وكبر بينا وجا لعندنا وانتم ما رضيتوش. الله يا ودي ميسي اللي غير الشهر اللي فات دا الكره الذهبيه، الكره الذهبيه راه ماشي بحال هذه اللي نتوما كتغنوا عليها. حشومه والله الا حشومه، هذه هي التجوره والاخوه وكذا، في الاخر كتنعسوا مع المغرب وكتخليونا حنا بوحدنا. ايوا دابا داك الجوائز اللي كنتو كتفرقعوا لنا راسنا بالهضره عليهم، ها هما تفرقوا وكل واحد عبا ديالو وتهنينا صافي. كنشوف شي الاخوان ديالنا مغاربه خرجوا كيهضروا علاش اللي ما عطاوش الحكيمي الكره الذهبيه، وعلاش اللي ما عطاوش الجائزه ديال احسن منتخب للسيدات المنتخب ديالنا المغربي وعطوها للمنتخب النيجيري. هادشي عادي مكاينش المشكل، يعني 50-50 كل واحد يدي ديالو باش نبقاو هانيين. ولكن ما تنساوش هاد السيد اللي فاز بهاد الجائزه. نشوفوا الفيديو ديالو ونكملوا. أيها الحضور الكريم، باسمكم جميعا نرحب بالسي محمد عقيل من مدينة تيزنيت. Tried to do his best with what he had. Congratulations. هذه احسن جائزه بالنسبه لنا حنا كمغاربه. انا فرحت لهاد السيد فاش عطاو له هاد الجائزه، واخا المنتخب ديالنا دا الجائزه ديال احسن منتخب افريقيا عادي، والسي وليد الركراكي عاود فاز بجائزه احسن مدرب او كذلك عادي. ولكن هذا السيد حتى هو تضامن مع الناس اللي تضروا في الزلزال بداك الشيء اللي قسم الله، جابوا على البيكالا ديالو كما كنقولوا وجا يلا اعطاهم داك البركه ورجع بحاله، وخذوا له واحد الصوره وكما شفنا داك الصوره تفاعلوا معها كاع المغاربه. وحنا كنفتخروا بهذا السيد السي محمد عقيل، وشكرا على داك الشيء اللي قدمتي وكتستحق هاد الجائزه. ودابا نشوفوا هاد الفيديو. جوائز الأندية هي للأهلي المصري، باعتبار الأهلي المصري فاز بجائزة أفضل نادي وبيرسي تاو أفضل لاعب في القارة الإفريقية. بالنسبة لجوائز المنتخبات، المغرب هي التي سيطرت وهذا عادي جدا باعتبار المنتخب المغربي لعب نصف نهائي كأس العالم. أفضل مدرب الركراكي، أفضل حارس مرمى هو بونو. ما علينا، كما قلت لكم الجوائز كل واحد تا ديالو 50-50. كما شفنا الأهلي هي اللي دات الجائزة ديال أحسن فريق في إفريقيا، وبيرسي تاو هو أحسن لاعب في إفريقيا. علاش اللي ما قلناش كعطوها لزياش ولا الأنحي؟ عادي ماشي مشكل، اللي داها كيستحقها، يعني الكاف دار خدمته ماشي مشكل. ما خصناش نبقاو نبكيو بحال الجيران ديالنا، وخصكم تكونوا واقعيين صافي. مازال يجي واحد الوقت حنا نديو داك الجوائز كاملين، ما خصكمش تبقاو تبكيو وقت هذا الشيء. الله يرضى عليكم، خصكم تكونوا قويين. وكما شفنا السبع ديالنا الاسد ديالنا ياسين بونو دا الجائزه ديال احسن حارس افريقيا. نشوفوا دابا هذا الفيديو ديالو وداك السن نكملوا. حارس مرمى لهذه السنه هو ياسين. ياسين بونو فاش انتهت المقابله جاب حالو للدار عند العائله ديالو، داروا دكيكه داتاي، جلس في الطرف ديال الوالده ديالو وبقى كيتفرج في الحفل ديال توزيع الجوائز. فاش علنوا على السميه ديالو باللي هو اللي فائز بالجائزه ديال احسن حارس افريقيا، كما شفنا ردة الفعل ديال العائله ديالو، صفقوا له، ناض باس اليد الوالده ديالو، باس لها راسها وفرحان بهذه الجائزه وفرحان بالوالده ديالو حيتاش فرحت لهذه الجائزه. مبروك عليك الاسد ديالنا، الجائزه ديال احسن حارس في افريقيا، وان شاء الله نشوفوك عاود دي احسن حارس في كاس افريقيا ان شاء الله. بالنسبه للكره الذهبيه، فيكتور اوسيمين ما كاينش كيستحق هذه الكره الذهبيه، وفي الاخر شفناه هو اللي فاز بها.
بلا ما نرجعوا لهذه التفاصيل حيتاش هضرنا فيهم وعاودنا شفنا عاود شحال من واحد هضر في هذه المواضيع وما غيتغير والو واخا نهضروا. كان شي خشونه الله ياخذ الحق، حيتاش حنا كنشوفوا اللاعبين ديال المنتخب ديالنا حققوا الارقام مع الفروق ديالهم ومع المنتخب، وفي الاخر ما فازوش بالجوائز. بونو بوحدو ها والو. هادشي هذا ما صالحش ودي خونا فوز، خصك ضروري تشوف شي حل، خصك ضروري تصلح الغلط ديالك باي طريقه. متفقين؟ هادشي اللي درتي اليوم ما صالحش، وهادشي اللي كان عندنا في فيديو ديالنا. ما تنساوش تعطوني الراي ديالكم والسلام عليكم.